الإمام سلام الله عليه يخوض حربين مهمتين. أول شيء بمدة 8 أشهر الدول العربية كلها تخضع للإمام، تخضع. يعني مصر الناس تسوي مظاهرات تسقط الحكومة الموجودة وتقيم حكومة موالية للإمام، في تركيا كذلك غيره. فالإمام سلام الله عليه سبب هزة عالمية في ظهوره والآيات التي يرونها. بعد ذلك أول حرب يخوضها الإمام مع السفياني، ومحورها ينزل عيسى سلام الله عليه ويعقد هدنة مع الغربيين. يتوسط عيسى يعقد هدنة بينهم وبين الإمام سلام الله عليه. طيب، وهذه الهدنة ل10 سنين. حينئذ نبي الله عيسى ما يجي إلى الإمام، يبدأ يشتغل بالمجتمعات الغربية، يشغل الكنائس والقساوسة والراهبات والكل يؤمنون به، يشغلهم كلهم في برامج ثقافية لجميع من آمن به من الغربيين، يشتغل معهم. والإمام المهدي سلام الله عليه يبني دولته بالعلم ويطورها، يطور دولته، وعاصمتها كوفان التي كانت عاصمة آدم ونوح وإبراهيم سلام الله عليهم، وعاصمة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، تكون عاصمته الكوفة الإمام سلام الله عليه، ويبني دولته. بعد 7 سنين الغربيون يرون أنه راح تفلت الأمور من أيدينا، هذا عيسى صار له شعبية والناس جاي يدخلون بالإسلام على يد عيسى. والمهدي أيضا دولته تطورت، يشوفون مثلا الطب تطور في جامعات دولة المهدي، والطالب الغربي الأمريكي يريد له بس قبول في كلية الطب في جامعة حتى يدرس، لأنه متطور أكثر منهم. فأيضا يشوفون أنه منا الإمام المهدي دولته متطورة أكثر. من جهة ثانية راح يفقدون شعبيتهم، فيعلنون الحرب على المهدي سلام الله عليه. ويتوسط عيسى ما يقبلون، كل ما يريد منهم لا تقاتلوه أبدا، يقولون أنه هذا على مستقبلنا خطر. لما يقررون قتال الإمام ويبدؤون بإرسال القوات، نبي الله عيسى بذاك الوقت يأتي فيصلي خلف الإمام، يعني يعلن انحيازه إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ويصلي خلفه، وتكون المعركة. هذه المعركة لليهود يقولون أنه الملحمة الكبرى، واليهود يخافون منها ويتوعدون بها. وهذه المعركة الكبرى هي موعودة تكون في السنة 7 بعد ظهور الإمام سلام الله عليه. وهذه المعركة يكون محورها سواحل فلسطين ولبنان وتركيا، ولعل ثقلها يكون بالصواريخ بين الإمام المهدي وبين أعدائه، وعيسى يكون مع الإمام سلام الله عليه. هذه وينتصر الإمام في تلك المعركة على الروم كلهم، يعني على الغربيين كلهم، ويذهب هو وعيسى إلى بلاد الروم، إلى المدن الرومية، فتستقبله عواصم الروم، تستقبلهم بالتكبير اثنيناتهم، لأنه في فترة ال7 سنين صار كمية كبيرة منهم مسلمين وعيسى معاهم، فمع الإمام يستقبلونه. طيب، إذا الإمام كملت سيطرته على العالم، يقسم العالم إلى 13 ولاية،
ما نعرف كيف يقسمهم. هؤلاء أصحاب الإمام المهدي 313 اللي يقسم العالم بعددهم 313 ولاية، هؤلاء من شعوب مختلفة، زبدة شعوب الأرض، يعني منهم الإنجليزي، منهم الصيني، منهم التركي، العربي، الفارسي، مشكلين. هؤلاء هم يكونون ينصبهم الإمام حكاما للولايات، وهم يديرون الأمور. وكيف؟ الإمام يوجههم وهم يديرون الأمور بأفضل إدارة. يعطون حرية للناس انتخاب، نعم يعطون حرية للناس. ما يرى الناس ولا ما رأى قبلهم مثلهم حرية وإيمان وراحة. أولا الوضع الاقتصادي والرخاء الذي يكون في زمن الإمام سلام الله عليه ما إلى نظير، والناس لما تشوف أنه فلوس وعيشة طيبة ما تفكر أنه تسوي ثورة على الإمام. يقول مسلم هذا أخو البخاري يقول أنه تخرج الأرض له أفلاذ أكبادها، يعني كل ما في باطن الأرض من ذهب وفضة طلع إلى سطحها، فيجمعه الإمام المهدي سلام الله عليه كالجبل العظيم، يجمع كله ويقف عنده ويخطب: أيها الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم به الدم الحرام، تعالوا هذا اللي كنتم تعاركون عليه كفيكم وزيادة، ويقسم بينهم. وثم يبدأ الإمام يطور. عندنا حديث أنه العلم يكون جزئين، والإمام يضم له 25 جزءا، 25 ضعف. يعني الطب 25 ضعف، علم الفلك، علم الفضاء، علم الكيمياء، الفيزياء، العلوم الطبيعية، كلها يضيف لها الإمام 25 ضعف. يجيب المختصين مثلا في الطب يعطيهم قواعد، إذا هم طبقوها تشوف يتطور الطب، وهكذا بقية العلوم. فالعلوم بزمن الإمام سلام الله عليه متطورة.